السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بقول لكم قصة حصلت لإحدى جاراتنا. ذهبت إلى أحد الأسواق الكبرى. هو ما هو بسوق أقصد، لكن مثل السوبر ماركتات الكبرى مثل البندا كارفور وما شابه ذلك. هذا السوق المحاسبون هم مجموعة من النساء حاطينهم كاشيرات. طبعا بصرف النظر أن أتكلم عن حكم ذلك وعدم حكمه، سأتكلم عن الموقف اللي حصل. وقفت جارتنا هذه ضمن السرة، يعني ضمن المجموعة الزباين اللي واقفين عند الكاشيرة حتى يجيها الدور حتى تحاسب. في هذه الأثناء جاءت امرأة من جنسية عربية وجعلت تصرخ بهؤلاء الكاشيرات، تهزئهن بأسلوب سيء. في الحقيقة أن هذه المرأة لا احترمت الناس اللي واقفين، ما احترمت الكاشيرات. هذه كانت موظفة يبدو أنها مسؤولة عن هؤلاء الكاشيرات، لكن أسلوبها كان في غاية السوء والوقاحة بصراحة. الكاشيرات اللي اشتغلن هذه كانت تصرخ عليهم وهم 3 أو 4 أو 5 أو كذا، ولا واحدة منهم تكلمت، ما قدروا يردون. يبدو أنهم متعودين على مثل هذا الأسلوب. حسب وصف صاحبة الكلام تقول كان الأسلوب في غاية السوء. هذه ليش أنت جالسة، والثانية تقول ليش حطيتي المخدة تحتك على الكرسي، والثالثة ليش تلتفتين كثير ونحو ذلك. فصاحبتنا هذه تقول أنا ما تحملت. فلما خلصت المحاسبة رحت عند هذه اللي من جنسية عربية وقلت لها معك فلانة. قالت لها معك فلانة الفلاني، أنا من وزارة العمل، أنا مراقبة أصلا على الكاشيرات وعلى التوظيف أساسا، لكني لاحظت أن أسلوبك سيء. قالت لها أنا لفت نظري أسلوبك السيء، أنت لا احترمتينا احنا كزباين ولا احترمتيهن ككاشيرات. هذه الألفاظ اللي تلفظتيها، هذا التعامل الوقع. واللي حصل هذا كله أنا سأكتبه في تقرير أرفع لوزارة العمل كشكوى. سأذكر اسمك، إذا ما أعطيتني اسمك اكتب الساعة واسم المحل اللي أنت فيه. طبعا الموظفة هذه أصابها مثل ما يقولون ما قرب وما بعد، واضطربت وقالت طيب افهميني. قالت ايش افهمك؟ ألفاظ سيئة، تعامل أسوأ، عدم احترام. سكتت وصعدت إلى مديرها، وكان في المكتب واضح قزاز، وإذا المدير هندي، وأخذت تتكلم معه فنزل المدير بنفسه. طبعا بدأ يسترضي صاحبتنا ويقول افهمينا احنا مش قصدنا. قالت ايش اللي مش قصدكم؟ هذه ألفاظ سيئة وتعامل أسوأ. إذا كان هذا في حضورنا كيف في غيابنا كيف تتعامل؟ الرجال طبعا مثل ما يقولون انخرش تماما. ورجعت صاحبتنا إلى الكاشيرات، بدأوا يشكرونها ويشتكون إليها من سوء التعامل وعدم إعطاهم فرصة راحة. أنا أشكر الأخت على فزعتها معهن، وين كانت كذبت كذبة الله يتوب علينا وعليها. لكن لماذا أوردت هذه القصة؟ لماذا؟ أنا لم أورد هذه القصة إقرارا لعمل المرأة كاشيرة، لا، ولا إقرارا لعمل صاحبتنا أيضا. إنما أوردتها لبيان أن الإنسان أحيانا يعطى سلطة معينة أو مسؤولية معينة، وهكذا الترتيب الوظيفي، فلان مدير وفلان أرفع من فلان، لكنه يتعامل بهذه السلطة في احتقار الناس، في ظلمهم، في إهانتهم، مع أنه عنده طرق نظامية يقدر يتعامل مع الإنسان المقصر. فلماذا يهينهم؟ فإذا كان الموظفون يعني يرفعون إلى مرجعه، يبينون أخطاءه، يعلم أنهم ناس جادون في عملهم، ممكن يشتكونه. عندها تجد أن هذا الشخص يضبط ألفاظه، يضبط تصرفاته، يحترمهم، يتعامل معهم نظاما. هذه الرسالة اللي أردت أن أوصلها لكم. والسلام عليكم.